اللي على بالي تزاير وكانت تقاس هذا يولي اكثر من انا عبد القادر. يحبوا تزاير بس ما يحبوش الظلم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رب يا رب أسألك أن ترحم، يا رب أسألك أن توسع مدخل الإمام الجليل محمد سعيد رمضان البوطي. يا رب ارحمه برحمتك، يا رب استره بسترك، يا رب احفظه بحفظك، يا رب يا رب يا رب بطه الماجد وكل وجه راكع وساجد. يا رب اجعل دماءه لعنة على الصهاينة والمفسدين في الأرض. يا رب اجعل دماءه لعنة على كل من يريد تقسيم أوطان المسلمين. يا رب اجعل دماءه لعنة على كل من ينشر القتل في بلاد المسلمين. يا رب اجعل دماءه لعنة على كل من يحرض المسلمين ضد بعضهم البعض. رحمك الله يا إمام وغفر لك، وأسأله تعالى يا رب أن يوسع مدخلك ويرزقك دارا خيرا من دارك. يا رب يا رب يا رب ارحمه برحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين. قتل الإمام البوطي رحمه الله وعمره 83 سنة في بيت من بيوت الله، وهو يقيم حلقة لتفسير القرآن الكريم، حلقة لتفسير القرآن الكريم. قتل الرجل لأن القرآن الكريم يزلزل عروش الظلمة، القرآن يزلزل عروش الطغاة، القرآن يزلزل بناة الهيكل الذين يقولون لا يمكن للمسيح أن ينزل ويبني هيكل اليهود إلا إذا قامت حرب عالمية تكون نواتها في الشام. يا من قتلتم هذا الإمام، ويا من أفتيتم بقتل هذا الإمام، اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حتى نفس الكافر لا يجوز قتله إلا بالحق. يعني كافر يقتل، ولا تصير معركة بين المسلمين وبين الكفار كما كانت بين المجاهدين في الجزائر والفرنسي المستعمر. أما مثلا كافر في بلاده ولا كافر عايش بيننا ودخلها بعقد الأمان، لا يجوز قتله. واحد عنده جار يهودي ولا جار نصراني ما يجوزلوش يقتله. ولذلك عاش النصارى في بلاد المسلمين في أمان، عاشوا في مصر 7 ملايين قبطي، عاش اليهود في المغرب، عاش النصارى في الشام، ولا يتعرض إليهم أحد. فكيف اليوم رانا نسمع فتوى تصدر من بلد يعني من قطر اللي فيها أكبر قاعدة أمريكية، يفتي مفتي قطر ويقول اقتلوا يعني كل إنسان يؤيد النظام السوري. وهذه كلمة يؤيد لا يفهمها أحد، لأن إمام يعمل في سوريا لا يعني أنه يؤيد النظام، هو إمام. مفتي لا يعني أنه يؤيد، هو مع الحق على الحق. يعني هكذا كان يقال لنا في الجزائر: أيما إمام أو داعية أو شيخ ما يلتحقش بالجماعات المسلحة كانوا يقولوا عليه بلي هذا من دعاة النظام، وهو ما عندوش علاقة بالنظام، ولعله ممن احتقرهم النظام، ولعله ممن ظلمهم. ولكن الرجال وقفت مواقف الحق، والبوطي وقف موقف حق، والأمة كلها حزينة، الأمة كلها حزينة، لأن الله ألقى في قلوب المسلمين أن هذا الرجل كان على حق وعاش على حق ومات على حق، ويموت المرء على ما كان عليه. وهذا الرجل كان ينشر العلم وينشر التقوى، وأنا نشهد أني رأيته بعيني وسمعته بأذني يرفع يده ويبكي لأنه كان عنده قلب رقيق
يبكي على الجزائر ويدعي ربي يا ربي أحقن دماء الشعب الجزائري، يا ربي أحقن دماء الشعب الجزائري. هو من الأوائل اللي كانوا يدعوا ربي باش يوقف الدم في الجزائر، ماشي كما مشايخ الحشوية والوهابية كانوا يفتيوا قتلوا، ولما انهزموا ولاو يقولوا لا لا لابد من مصالحة. هذه قاع كذب، هذه قاع كذب. الرجل في البداية الإمام سعيد رمضان البوطي من البداية كان يقول لا لسيالنا الدماء، لا للمعارضة المسلحة، لابد من الحفاظ على الأوطان. ولذلك كان شعاره، استمعوا لهذا الشعار وحفظوه وجعلوه يعني رسالة في حياتكم. كان شعار الإمام سعيد رمضان البوطي إرضاء الديان وبناء الإنسان وخدمة الأوطان. هاي ثلاثة سهلة، قولوا لي كاش واحدة من هذه لواحد ما يرضاش عليها. إرضاء الديان وهو إرضاء الله تبارك وتعالى. 2 بناء الإنسان، نبنيو إنسان صالح. الإسلام جاء باش يبني إنسان صالح، إنسان تقي، إنسان يخشى الله تبارك وتعالى. 3 خدمة الأوطان، خدمة الأوطان، نخدموا بلادنا، نبنيو الإنسان ما ندمروش. إرضاء الديان، يا من أفتيتم بقتل هذا الإمام اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى. راني حزين يعني مانيش قادر نهضر، يعلم الله بلي راني حزين 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 بزاف. يعني إن الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العجيب أن الإمام سعيد رمضان البوطي سقساوه عن القرضاوي، واش قال؟ قال خويا ونحبه من قلبي، وقال ولكن ما رانيش موافقه في المنهج نتاعو. هكذا قال خويا ونحبه عن كاين محبة في قلبي نحوه، ولكن ما رانيش موافقه. والقرضاوي سئل عن البوطي فقال البوطي مجنون فقد عقله، اقتلوا كل العلماء تاع سوريا. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شفتوا منهج ومنهج، شفتوا منهج تاع إنسان لا يخشى إلا الله، وإنسان يخشى الحاكم، يخاف الحاكم، يخاف القواعد الأمريكية، يعني لا يقول شيئا يقيس الأمريكان. راهم يفتيوا الآن، هاي نجيبوها من البداية، راهم يفتيوا بوجوب تسليح المعارضة السورية. صح، هاي يكونوا رجال خرجوا فتوى بوجوب تسليح حركة حماس. يا حركة حماس حركة جهادية، فلسطينيين في بلادهم جاوا اليهود داوا بلادهم والمسجد الأقصى ودمروا وقتلوا وذبحوا وراهم يفسدوا. يكونوا رجال. يا اللي فتيتوا بوجوب تسليح المعارضة السورية افتيوا بوجوب تسليح حركة حماس. كونوا رجال، استعملوا القنوات نتاعكم اللي راكو تفتيوا فيها، بينوا لنا بلي ما تخافوا الا الله. زيدوا فتيوا لنا فتوى واحده اخرى، قولوا بلي لا يجوز اقامه القواعد الامريكيه في بلاد المسلمين، وفي قطر خاصه لا يجوز، وهو من الكبائر. لا يجوز ان يكون للامريكان قاعده في قطر.